عالسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كل بألف خير. أنا الحمد لله لاباس. نسأل على أحوالكم، إيش عاملين؟ جيتكم اليوم بدبارة تونسية بنا على بنا ياسر، حاجة هكية مشتهية ونحبوها كبر وصغار. باش نعملوا مع بعضنا اليوم الملوخية التونسية بطريقتي والطريقة اللي تعلمتها على أمي الله يرحمها. حاجة ياسر بنينة وسهلة، وعطيتكم كل تفاصيلها معناها اللفحات متاعها. طريقة ياسر سهلة، وللي أول مرة باش يجرب يطيب الملوخية راهي سهلة 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 وماهيش صعيبة. ما نطولش عليكم. للي أول مرة يزورنا في القناة ما ينساش يفعل الجرس، خلينا كومنتير باش يشجعنا، وكان جربتوا الرسالة بعثونا تجاربكم على صفحة الفيسبوك نفس اسم القناة. هذوما تريفات اللحم اللي خذيتهم. لهنا عنا تريفات اللحم هبرة بقرة، وعندي تريفات علوش زدتهم معاهم كما تشوفوا هكايا. حطيت هبرة وتريفات علوش، تنجم تعملوها بالبقري والا بالعلوش كما تحبوا انتم، ولا تعملوا مخلط زاد ما يقلقش. انا حطيت الهبرة هي البقري، وحطيت تريفات هكايا بالعظم علوش. نجم تعملوها كلها بقري والا كلها علوش، ولا زاده تعملوا هكا مخلط راهي تجي ياسر بنينه ماهيش خايبه. هذوما هما تريفات اللحم نتاعنا. وخذيت لهنا لفحات بالنسبه لي انا خذيت مغرفه صغيره ملح، ما نكثروش الملح خاطر ساعات تبدا الملوخيه معناها فيها الملح، دونك نحط مغرفه صغيره نتاع قهوه. خذيت معاها مغرفه صغيره نتاع قهوه فلفل اكحل، خذيت مغرفه كبيره فلفل احمر نتاع ماكله معناها مغرفه، ومغرفه كركم زاده نتاع ماكله كركم، وخذيت مغرفه نتاع ماكله فاح بقري اللي هو يبدا مخلط معناها تابل وكرويه وكليكا. وهذوما وريقات الرند، هذوما هما لفحات نتاعنا. ومش نكمل نزيد لهنا مغرفه بمغرفه الماكله ذي اللي كيلت به كل شيء الفحات نتاعنا. حطيت مغرفه هريسه عربي وقرينات فلفل هكايا شاهين، غسلتهم وبعديك باش نزيدوهم هذوما في الملوخيه نتاعنا. وريقات رند لنا مش نحط في اللحم نتاعي، ومش نحط زاده في الملوخيه كيف سنينات راس ثوم ابليتو معناها كما تشوفوا فيه قشرته هكايا باش نهرسهم بعديكا. وهذوما وريقات نعناع شايحين باش نحكوهم فوق اللحم نتاعنا. ندخلوا لهنا لفحات نتاعنا الكل في وسط اللحم نتاعنا، نغلفوه بالكدا وهكا نعملوا له كل مساج باش تدخل لفحات الكل في اللحم. وبالنسبه لي انا راني ما نحطش مع اللحم زيت، مش ناخذ المهرس اللي هرست فيه الثوم نتاعي، جست نحط شويه ماء ماهوش برشا زاده ونصبه فوق اللحم باش لفحات الكل معناها تقعد شربتها اللحم نتاعنا. خاطر كي نحطوا زيت اللحم ما يشربش لفحات، خاطر تعمله كلكوش كل عازل هكايا ما تخليش تشرب، ومن بعديك فحاتنا كلها تقعد في وسط الصحفه اللي خلطنا فيها وتقعد مركر كاللوطه. دونك تاخذوا هكايا شويه ماء وتصبوه على اللحم نتاعكم، تكملوا تخلطوه بالكدا بيديكم وتخليوه يرتاح في عقله. معناها انا الحق ما نخليهش يبات ليله كامله، نفوحه من الصباح ونحط الملوخيه نتاعي معناها
نحط ركح الملوخيه نتاعي اللي الملوخيه خذت وقتها معناها وبدات هكايا تجيب، نرمي تريفات اللحم نتاعي يكون هكاك خذا وقته هو من غير ما يسحقش باش نخليوه ليله كامله والا معناها سوايع. نحضروه من الصباح ونحطوا الملوخيه نتاعنا ياخذ وقته بالفحات وتكون هكاك تجينا اللحمه بنينه. خذيت المقفول نتاعي اللي مش نطيب فيه الملوخيه والا اي كسرونه نتوما عندكم تكون غارقه، وعندي لهنا 200 غرام ملوخيه كما تشوفوا فيها ريحتها ياسر فايحه وبنينه، ومش نسحق لهنا 500 ملي زيت زيتونه. تنجموا تخلطوا بين زيت زيتونه ونباتي، كان قطعه زيت نستحق اكثر من 500 مش نزيدها. هذوما هما المكونات نتاعنا. خمسة، ستة، 7، 8. حق من الاول كنت باش نعمل اقل هنا من 200 غرام، بعد قلت يلا خليني نحطها الكليكه. وزيد كما تعرفوا الملوخيه بنتها كي تقعد وتزيد تذوق منها شويه منها وشويه منها، معناها حتى كي تعمل بزيت ماهيش في الضايع. حطيت 200 غرام الملوخيه كل، حطيت عليها 500 ملي زيت زيتونه. تنجموا تخلطوا بين زيت زيتونه وزيت نباتي ولا تعملوها زيت زيتونه كهو. انا حطيت معناها اكثريه زيت زيتونه، وزدت 150 ملي زيت نباتي. نخلطوها كل في البارد، نحلوها باش ما تقعدش الكعابر راهم كي يقعدوا ما يبداوش محلولين يشدوا لنا في الطنجره نتاعنا. وبالتالي تاخذوا اي كسرونه ولا مقفول ولا اللي مستنسين طيبوا فيه. وكمل زدتها لهنا 150 ملي زيت نباتي. اي كسرونه والا مقفول تكون القاع نتاعو خشينه شويه باش الملوخيه تطيب سله وما تشدلكمش. ونحلوها هكا في البارد بالفواه باش ما يقعدوش اكل كعابر كما قلت لكم. وانا بالنسبه لي انا على 200 غرام ملوخيه زدت 5 لترات ماء بالطبيعه يكون ماء سخون مغلي. لهنا انا عبيته في الدبوسه باش يسهل عليا ونصب، ومش نخلي بعد ما نحط الماء نتاعي نحط الملوخيه تطيب سله على نار تكون هاديه، ما نحطوهاش على نار قويه ونخليوها تاخذ وقتها. بالطبيعه الماء اللي هنا راهو كي مش نزيدوه من الاول الملوخيه راهي تتحط لها الماء معناها اللول اللي حطيته هذاك هو، مش ما تنجمش من بعد تزيد. خاطر انا تسنست هكاكا كيما امي علمتني نطيب هكاكا، معناها الماء اللي مش نحطه من الاول هذاك هو، ما نعاودش نزيدو. ديما ناخذ معناها الكسرونه ولا المقفول ولا اللي نطيب فيه، نوصل الماء نتاعي حد للوذنين نتاع الطنجره اللي مش نطيب فيها ونخليها تطيب سلاسل. راهي بالنسبه لي انا الملوخيه نخليها نهار وشطر تطيب في راحه عقلها على نار هاديه. وثم اللي نحطها في الكوكوت وكل واحد وطريقته. انا راني هذه الطريقه اللي اتعلمت على امي واللي نعتمدها ديما. كما تشوفوا تو بدات تخرج في التلعبين نتاعها، ومش نقعد كل مره هكايا نحركها. ولهنا راي بعد ما بدات تاخذ في غلوه كما تشوفوا فيها لا تشد لهي لاصقه. تنخرج لكم المغرفه تشوفوها لهي فيها كعابر لحد شيء تقعد هكاكا كل مره تتفقدها وتحركها. ونخليوها لين تنقص بالكدا الملوخيه نتاعنا من الماء وتطيب. ومن بعديك نزيدها اللحم. وثم اللي زاد راهو يحط فيها كرشه، بالطبيعه كل واحد وشنو يحب. معناها انا حطيت لهنا اللحم كهو وما نزيدو اللحم الا ما نشوفوا الملوخيه نتاعنا نقصت بريسك للشطر، وقتها نزيدو اللحم ونخليوه يكمل يطيب سله على نار هاديه مع الملوخيه. بالطبيعه راهي لهنا نقصت للشطر، تنوريكم وين كانت بحذا الوذنين ونقصت بالكدا. تويكا مش نحط لها اللحم نخليه يطيب زاده سله ما تخليوهش لين يتهرى. لهنا كان الماء نقص بالكدا وكل مره نتفقدوها ونحركوها. ولهنا مش نزيد التريفات اللحم نتاعي
وكما قلت لكم مش نخليهم يطيبوا على نار هاديه، ومش نكمل نزيد ورقات الرمد خليتهم زاده مع اللحم، مش نكمل نزيدهم للملوخيه متاعي. وجرينات الفلفل الشايحين تنجموا تحطوهم كما تنجموا تستغنوا عليهم، لكن يعطيو هكا توزبيزه وبنا للملوخيه. انا نحط كل الفلفل الشايح، ما نحط لهاش الفلفل الاخضر خاطر نحسها يبدل لها مطعمها. والفلفل الاخضر راهو ما يتحطش هو فيها، اما فما عباد يحطوها. الفلفل الاخضر راهو يسيب الماء نتاعو وتحسها ولات معناها يفسد. انا راه الملوخيه ما نحطوش انا، فما شكون اللي يحط، كل واحد وطريقته. هنا الملوخية متاعنا وقفت على زيتها، وكما تسمعوا في الطبق بيوق متاعها. حبيت نعطيكم استيس باش تعرفوا ملوخيتكم طابت وفي حقها وصيد طفيوا عليها. بطبيعة تفقدوا لحامكم اللي هو طاب وهبط زبدة. لهنا تاخذوا المغرفة اللي تحركوا بها تعملوا فيها الخطة ذاك اللي في الوسط وتوقفوها. كان هكا ما رجعت لكمش الملوخية معناها ما سالت الكمش راهي طابت وفي حقها، وبطبيعة زيتها واقف على زيتها هويني. اللحم زيتها كيف راهو هبط زبدة وطاب. مش نوريكم كيفاش ذايب ذوبان اللحم نوتكم بها ولا نشهيكم هكايا تكون ملوخيتنا طابت. ان شاء الله تكون واضح كل شيء، وان شاء الله معناها فسرتها لكم بالتفصيل اللي اول مره يحب يجرب يطيبها. كما تشوفوا قدامكم اللحم راهو زبده ذايب ما نخليوهش برشا باش ما يتفتفتلناش في وسط الملوخيه نتاعنا، تقعد اللحمه شاده روحها اما هابيه معناها كما تراو فيها كيك. وهكايا ما بقالنا كان نحطوها في صحن التقديم وتاكلوا صحة وبشفاء. وكان عجبتكم الريسيت ما تنسونيش في الكومنتير، راهو يشجعني يخليني نرجع لكم ديما بجديد وبالسهل وبالمتنوع. لهنا حابة نوريكم اللحم كيفاه راهو زبدة ذايب. نودكم ولا نشهيكم اللي أول مرة يزورنا في القناة فضلا وليس أمرا يشجعنا بكومنتير، يخلي لنا جيم، يبارتاج الفيديو مع أصحابه وأحبابه كان عجبتكم الروسيت وتنفعوا بها غيركم. واللي يجرب الروسيت علاش لا يبعث لنا تجربة على صفحة الفيسبوك نفس اسم القناة شيف الددو، وإلا على جروبنا كوجين الددو. مرحبا بكم الناس الكل، نفرح بتشجيعكم ليا وبمشاركتكم زادة في الروسيتات اللي نقدمهم لكم انتوما. ما بقى لي كان نقولكم نحبكم برشا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر يكون سهل، تكون حاجة بنا هكية ومستهينها انتوما وكما تحبوا.